السلام عليكم. النهارده في موضوع بسيط هتكلم مع حضراتكم فيه، وهو ازاي نضيف رابط فيديو اللي هو دي مثلا على فيديو تاني. يعني دي فيديو شغال ماشي، ازاي نضيف الرابط ده، او ازاي نعمل الفيديوهين او ثلاثة او ندرج اي فيديوهات في نهاية مثلا الفيديو على قناة اليوتيوب. طبعا هو في خطوتين رئيسيتين لازم هنبدأ بيهم ان شاء الله. الخطوة الاولانية ان احنا في برنامج المونتاج نضع الفيديو في المكان اللي احنا عايزينه، سواء في النهاية او في البداية، المكان اللي احنا حابين نشير اليه. عادة بيكون في نهاية الفيديو عشان ايه؟ بتلفت نظر المشاهدين ان هم ينظروا للفيديوهات الايه السابقة. فطبعا انا بشتغل على برنامج كامتاسيا ستوديو، فالطريقة بسيطة. بحط الفيديو بتاعي العادي اللي هو ده مثلا في التراك اللي موجود، ماشي، اللي هو التراك رقم واحد مثلا، واجي في التراكات اللي بعد كده بحط الفيديوهات اللي انا عايزها. طبعا الفيديو لما بينزل، لو انا حطيت مثلا هنا في المنطقه دي كده، لو حطيت فيديو على فيديو ادي كده، دلوقتي الفيديو دي شغال، هاجي احرك كده، ادي الفيديو دي كده. فاللي بيحصل كالتالي: بقوم مصغر الفيديو اللي فوق بالطريقه دي كده زي ما احنا شايفين كده حضراتكم، واحطه بقى يمين شمال في المكان اللي احنا عايزينه. طبعا بقى في اعدادات تانية، دي بترجع للبرنامج المونتاج اللي انتوا بتتعاملوا بيها. تعملوا شادو، اطار، تغمق، تفتح، دي حاجات ما فيش مشكلة فيها. يبقى دي الخطوة الأولانية بكل بساطة من خلال برنامج المونتاج. خلاص حفظت الملف وبدأت رفعته على الفيديو. مثلا انا حطيته في الآخر كده مثلا فيديوهين، ضفت فيديوهين بالطريقة دي كده. في المرحلة التانية بقى من خلال القناة نفسها. يبقى ادي الفيديوهين خلاص عملتها بنفس الفكرة دي كده، حطيتهم في المكان. ادي فيديو اهو، لو جيت شغلت مثلا هتلاقي الفيديو اللي فوق شغال، وهتلاقي برضو اللي تحت شغال. ادي فيديو اهو شغال، والفيديو دي برضو ايه شغال. فاحنا ناخد بالنا من المرحلة الاولانية دي. النقطة التانية خلاص، عدينا كده مرحلة المونتاج. ندخل بقى في الايه النقطة الاهم. نيجي من هنا، من ندخل على الاعدادات، او من هنا نختار التعليقات التوضيحية، سواء من هنا ماشي، او ندخل من الاعدادات العامة. من دي او دي الطريقتين يعني بيؤدي لنفس الغرض. ندخل هنا على التعليقات التوضيحية. نصبر لما يحمل، بننتظر ثواني لحد ما يحمل ودي تنشط معنا. بصوا هنسحب المؤشر. هنا التعليقات التوضيحية اللي هو ان انا حابب مثلا اضيف هنا مثلا فقاعة. لو تلاحظوا هنا كده وممكن نتحرك بيها يمين وشمال. دي لو انا عايز اقول مثلا انوه للمشتركين مثلا اشتركوا مثلا بالقناة. دي الطبيعي. ممكن استخدمها بالطريقة دي، يمين شمال، اغير في الاعدادات بتاعتها مع يعني. اكيد حضراتكم عارفين الايه المعلومات دي. خلاص يبقى دي الايه الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها الاول. انا عايز، لا انا مش عايز كده، انا عايز في نهاية الفيديو ادي بمشي بمشي بمشي. لو تلاحظوا هنا في النص اهو اهو نمشي. قربنا من نهاية الفيديو. تمام، ادي كده نبدأ من اول هنا كده. هجيب لنا المؤشر في اخر ايه فيديو هنا. اللي بيحصل بقى كالتالي: انا بعمل ادي اضافة تعليق توضيحي، ممكن نستخدم ملاحظة او انشاء فقاعة. نعمل اي واحدة، الاتنين بتأدي الغرض مفيش مشكلة. هنقوم عاملين كده واكبر من الاسهم هنا يمين او شمال، واجي انزل مثلا انا عايز احطهم هنا كده. اللي بيحصل بقى كالتالي: انا دلوقتي وضعت ال الاطار او الفقاعه اللي عايز اكتب عليها، اكتب. طبعا انا ما بكتبش عليها لان مش دي اللي اجي بربطها دلوقتي. بضغط طبعا كلمه ربط دي ما بتبقاش موجوده هنا مثلا كده. عايزين نعمل كلمه ربط دي، انا بعلم عليها. طبعا ده عشان الفيديو انا عامل الطريقه دي قبل كده. بقوم ضغط على كلمه ربط واروح اجيب لينك الفيديو مثلا من هنا كده. انا الفيديو دي بتاع غسيل البوتاجاز مثلا، بروح اجيبه، بجيبه من هنا. هو ده العنوان يو ار ال للفيديو. كليك يمين، كوبي،
وقوم بسط. ماشي. وهم علم على فتح الرابط في نافذه جديده، بحيث ان المشاهد لما يضغط عليه بيفتحه له في نافذه جديده، وبيحدد لك الوقت. طبعا احنا ممكن نقلل الوقت من هنا، نكبره يمين شمال اي حاجه، دي بنتحكم فيها برضو. شويه اعدادات بسيطه انتوا ممكن تكونوا عارفينها، بس هي دي الفكره ايه. ببساطه ان احنا من خلال البرنامج المونتاج. النقطة التانية من خلال التعليقات التوضيحية. الموضوع بسيط وسهل، ومش حابب اطول فيه اكتر من كده، لان اغلب حضراتكم يعرف الطريقة، وان شاء الله لو في اي حاجة انا تحت امركم، ولو في استفسار. شكرا. السلام عليكم. تفيض حنينا دروب الحياة، ويشرق فيها شعاع الآمل، وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق، ولا شيء يبقى كحسن العمل.